من الإكسسوار ومستمرين بالموضة عالم الشنط. ومن المعروف أنه الحقائب عنصر مهم لإبراز شياكة وأناقة المرأة، وكل سيدة إلها شخصية معينة وستايل معين. خلينا نشوف مع بعض جديد من أشكال وألوان الشنط لهيدا الموسم. الموضة والأناقة بدها أبحاث واهتمامات. اليوم رح نحكي عن أهمية الشنط عند المرأة مع مصممة الشنط منار. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. اهتمام الشنط عند المرأة كتير مجال واسع وكبير. بدك تخبرينا عن تصاميمك الخاصة للشنط وليش بالذات اخترت الشنط؟ حقيقة أنا من وقت ما كنت صغيرة يعني كل شيء فيه تصميم، فيه هيك ابتكار، بحب ابتكر اشياء جديدة. ف ويعني ما كان فيه يعني توجهت للدرس، توجهت للجامعة، تخرجت من الجامعة وما فكرت انه ابتدي اصمم. بعدين حسيت انه لا، صار الوقت يعني انه لازم اعمل شيء بخصوص التصميم. انا من الاساس بصمم ثياب احيانا لإلي بلبسهم هيك. بس عندي حب كتير كبير للباجز. أهم قطعة عندي هي الباج، لأنه هي بحسها أنه أهم اكسسوري بتلبسه المرأة، وهي بتعبر عن شخصية المرأة. فاخترت الباجز لأني بحبهم كتير، وبلشت بمشوار التصميم. من وين بتستوحي أفكار التصاميم أو الابتكارات اللي بتعمليها؟ بالذات إنه نحن حاسين إنه ابتكاراتك شوي جريئة ومتفرعة عن الطبيعة، فمن وين بتستوحيها هيدي؟ صراحة أنا يعني بستوحي من أي شيء بشوفه. أول شيء أنا بحب الشيبس، بحب الأشكال الهندسية كتير. أكثر شيء بستوحيه من الأشكال الهندسية، بس ممكن كتير إنه أشوف أي شيء واستوحي منه. أحياناً أشياء منا يمكن كتير مهمة للناس العاديين توحي لي بشيء وبيطلع معي تصميم جديد. يعني أفكار شوي متنوعة ومختلفة عم تعطينا إياها. طيب بالنسبة للمناسبات والحفلات الخاصة اللي بتكون مهمة عند السيدات، كيف ممكن تقتني الفكرة أو كيف بتكون أحجام أو أشكال التصاميم عندك؟ يعني تخبرينا شوي عن المناسبات الخاصة. أكيد. شو أهميتها؟ كل كولكشن أنا بصممه وبنزله على السوق، أغلب الأحيان بيكون محتوي على كل يعني باجز بيتماشوا مع كل المناسبات. في عندي البيج باج، هو بيكون شيء عملي بينحمل كل يوم بالداي تايم. في عندك الاشياء الاصغر شوي، بيكون مثلا الهاندل تبعها قصيره، بتحملها الست اذا طالعه تتعشى، اذا طالعه مشوار شوي فورمال. وفي عندك الكلتش باجز والباجز الصغار اللي بينحملوا اذا في سهره، في لابسه دريس، بيتماشى معه. يعني بتفصلي احجام الباجز مع الالوان، بتفصليهم لكل وقت، ولا انت بتعطي تشكيله واسعه بيصير الاختيار للمراه؟ هلا كل تصميم انا بنزل منه عده الوان. اغلب الالوان اللي بستخدمها هي البيزك كولرز، الالوان يلي بتستعمل دائما تلبق على كل شيء. بس رغم هيك احيانا بنزل الوان شوي جريئه، اورنج، بلو، بستعمل الالوان، بس الاغلب هو البيزكس مشان يتماشى مع كل شيء. تستوحي الماتيريال تبعت
الشنط من وين؟ يعني كيف ممكن تشكليها بأفكارك؟ هلا انا الباجز تبعوتي التصاميم بحب احط فيهم دائما الميتال. الميتال هو عامل اساسي عندي الجلد مع الميتال يعني هو اساس تصميمي. اول شيء بعمل التصميم، بختار الميتال اللي بدي احطه، الاكسسوار بصممه، بنفذه وبحطه، واخر شيء بيجي تنقايه الالوان. بنقي الالوان والماتيريالز. طبعا كل الجلد اللي بيستعمله كله اوروبي وايطالي، وطبعا عندك احيانا بستعمل بايثون ليذر، اشياء يعني اكزوتكس. ف هيك اخر مرحله هي مرحله الالوان ونوع الجلد. نوع الجلد. كيف بتشوفي اقبال الكويت او دول الخليج، كونك اشتغلتي او انه تعاملتي مع مشاهير والك تجارب خارج الكويت، كيف بتلاقي الاقبال بالنسبه للخليج معك؟ صراحة الخليج مكان رائع لكل المصممين حول العالم، كونه الخليجي يعني الست الخليجية هي شخص كتير بيحب الموضة وكتير بيتقبل الموضة والفاشن. فهيدا الشيء بتشوفيه كل يوم، يعني بس تنزلي على أي مول بالكويت أو بأي دولة خليجية فيك تشوفي كل الموضة اللي هلأ السرعات اللي كتير دارجة فيك تشوفيها بالمول. وهذا الشيء يعني كثير بيساعد المصمم انه يبدع، وبيساعد المصمم انه ينتشر اكثر بالخليج بالذات، لانه في تقبل لهالشيء. بتتابعي كل احداث الموضه وبتتبعيها بتطبقيها على التصاميم، ولا عندك فكر خاص مختلف عن الموضه؟ يعني الموضه دائما بتوسع، ودائما بتحسي كل سنه كل بيهبوا باشياء وبيصير في موضه معينه عالميه. بتتبع الموضة بابتكاراتك والتصاميم؟ بتبع الموضة أكيد هيدا شيء كتير أساسي لأي مصمم إنه يتبع الموضة اللي هلأ دارجة، بس طبعاً بوجهة نظره الخاصة وبالتاتش تبعيته. يعني أي مصمم ممكن ياخذ هالموضة، بس كل حدا بيشوفها من زاويته الخاصة، كل حدا بيشوفها من وجهة نظره وبيغير فيها وبيطبقها. بدك تخبرينا عن مفهوم أو كلمة موني أند جاي، من شو استوحيتيها أو شو الاسم بالتفصيل؟ موني أند جاي القسم الأول منه موني هو النيك نيم تبعي من وقت ما كنت كتير صغيرة. كل الناس اللي بيعرفوني بيرسونلي بيعرفوا إنه اسمي موني. في ناس حتى ما بتعرف إنه اسمي منار. جاي هن أول حرف من اسم زوجي وماي توين جيرلز. موني أند جاي وصلت بيد المشاهير، وين وكيف؟ يعني كيف بدنا نتواصل معك بموني أند جاي؟ أول شيء المشاهير هن أشخاص مثلهم مثل أي حدا بينزلوا على السوق وبيشتروا البراندز الموجودين. وكون البراند هلأ صارت تنباع بكذا دولة خليجية، مثل عندي بدبي بيع بصوص محلات صوص دبي، السعودية بكريم جدة، وبالكويت بمحل موزايك مول الصالحية، وبمحل ديزاينرز لاونج بالمول الافنيوز. فحاليا هلا انه بكونها منتشره هالانتشار، فاي شخص نازل على السوق مشاهير اشخاص منهم بينزلوا على السوق بيتفرجوا على الموجود وبيشتروا. حلو انه يوصل الشغل بايدين المشاهير، انه كونه دائما مسلط الضوء على كل شيء بيلبسوه، ان كان بالحقائب ان كان فهيدا شيء كثير حلو من تصاميمك. انا كثير بتشكرك على هيدا اللقاء، شكرا لك.